النهاردة هنعمل مع بعض عيش شامي او عيش فلاحي. هيطلع معانا حلو قوي. طريقته بسيطة خالص ومش مكلف. نص كيلو دقيق عمل لي كل الكمية دي. شايفين طلع حلو ازاي، مستوي بره وجوه وكله منفوخ، يعني ما فيش ولا رغيف طلع مش منفوخ بالشكل ده. يلا بينا نشوف الطريقة والمكونات معانا ايه. معايا نص كيلو دقيق، هحط عليه معلقة كبيرة خميرة ومعلقة سكر وشوية ملح في حدود نص معلقة صغيرة ونص معلقة كبيرة بيكنج باودر او معلقة صغيرة. هقلبهم كويس واجيب مية دافية للعجن. هعجن هنا حسب ما تاخد معايا العجينة. في دقيق بياخد مية كتير وفي دقيق بياخد مية قليلة، فاحنا مش بنحدد مقدار المية، بنفضل نحط المية لحد ما نلم العجينة معانا. بضيف باقي المية واكمل عجين لحد ما الم الدقيق كله معايا كده، وبعدين انزلها على الرخامة وابتدي اعجن فيها. هتبقى في البداية كده ملزقة معايا، شايفين؟ هبتدي اعجن فيها لمدة 10 دقايق لحد ما التلزيقة دي تروح منها وتبقى ناعمة خالص معايا. هوريكم كمان مراحل العجن. شايفين كده عجنتها كتير، التلزيقة اللي فيها راحت، بقت ناعمة خالص كده. هبتدي احطها واحط عليها، هغطيها بورقة استرتش وهسيبها ساعة تخمر براحتها وتتضاعف حجمها كده. وهنا زي ما انتوا شايفين العجينة خمرت وبقت كويسة، كان عدى عليها ساعة. هلمها على بعض، هطلع منها الهواء وبعدين هقطعها كور صغيرة على قد الرغيف وادورها حلو كده واحطها في طبق تاني، وهقطع الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واسيبها 5 دقايق بس وبعدين نشتغل فيها على طول. وهنبتدي نجيب قطعة كده ونفردها، ولازم تكون مدورة، يعني ما نبقاش فردينها مستطيلة، نفردها مدورة بالشكل ده. وطبعا السمك هيبقى وسط، لا احنا عايزينها تخينة قوي ولا رفيعة قوي. شايفين السمك بتاعها؟ وهبتدي افرد كل الكمية والطريقة دي، وبقى عندي حتة قماشة انا فرداها بحط عليها العجين، وهسيب العجين يخمر لمدة نص ساعة. ولازم يخمر نص ساعة قبل ما نخبزه عشان العجينة تتنفخ معايا، الرغيف يتنفخ كده ويعلى ويبقى حلو. لو خبزناه قبل ما يخمر مش هيتنفخ ومش هيطلع حلو معاكم. اهم خطوة النص ساعة الخمور بعد ما بفرد العجين بالشكل ده. بفرد قماشة كده وارص عليها العيش بعد ما اخبزه، بعد ما افرده واغطيه واسيبه نص ساعة يخمر. بعد نص ساعة بجيب بقى الحاجة اللي هنخبز فيها على النار، مقلاية او طاسة، وابتدي اخبز العيش. وهنا اول ما الرغيف خد لون من تحت هبتدي اقلبه وهستنى عليه شوية، هلاقيه ابتدى ينفخ من جنب كده، هروح دايسة عليه هينفخ كله مع بعض. شايفين شكل الرغيف نفخ وبقى حلو ازاي. اهم خطوة بعد ما نخبز العيش نسيبه، نغطيه ونسيبه نص ساعة لما يخمر حلو عشان ينفخ كله معانا. لو خبزناه قبل ما يخمر في المرحلة دي مش هينفخ ولا الرغيف هيطلع منفوخ معانا. كفاية ان احنا خابزين الحاجة في البيت، نظافة وحاجة حلوة جدا. شايفين الجمال؟ اي حاجة بنعملها بايدينا في البيت بتبقى حلوة جدا، وريحة الخبيز دي في البيت بتملى البيت خير وبركة. وده شكل العيش بعد ما خلصناه، ودي الكمية اللي طلعت معايا من نص كيلو. كمية حلوة، عملنا في حدود 15 رغيف. شايفين مفرغ كده وجميل ومستوي من بره ومن جوه.
لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.